السلام عليكم يا دكاترة. نص السنة خلاص خلص وبدأنا في النص التاني، ولازم يعني ما نقعدش الفترة دي كلها من غير ما نراجع. فلازم لازم لازم يكون في خطة نمشي بيها، مراجعة قديم بجانب الجديد اللي احنا شغالين فيه عادي، وما نهملش الجديد. دي نقطة مهمة، يعني مش عشان تمسك تراجع القديم نلاقي الجديد باظ وندخل في جو تراكمات وكده. فانا يعني عشان انتوا اخواتي انا عملت لكم ادي الخطة اهي. دي يعني خلاف الخطة اللي ان شاء الله هتنزل تكملة للخطة اللي انا كنت عاملاها اول السنة. يعني اللي ماشيين معايا في خطة أول السنة اللي كانت بادئة من شهر 7، في خطة مراجعة تكملة ليها لأنها انتهت في شهر 3. فدي خطة مراجعة هتنزل، إنما دي حاجة كده دلوقتي اللي هو إيه، يعني في فترة النص كده اشتغلوا بيها على بال ما التانية تنزل، وإن شاء الله دي هتظبط لكم الموضوع. طيب لو أنا عندي تراكمات أمشي بيها، طبعا الخطة انتوا هتشوفوها حالا هي مش مضغوطة. أنا مش عاملة مثلا إلا 3 تاسكات في اليوم قديم بس، فانت بجانب التاسكات دي وهتبقى تاسكات قليله باذن الله انت تمشي جديد معاها عادي جدا، سواء بقى انت كنت مذاكر القديم ده قبل كده او في حاجات واقعه منك فانت تقدر تظبطها. وتاني مره هقول ان دي خطه الانقاذ، يعني انت لو ما مشيتش بيها بقى يعني سامحوني اللي مش هيمشي بيها هو اللي بيضر نفسه. فابدأوا شدوا على نفسكم، عشان الناس اللي بتقول هنلحق وكده، هتلحقوا بس لو شديتوا على نفسكم من دلوقتي. طب خليني اوريكم الخطه وهتلاقوها في الوصف نازله PDF. الخطة معمولة 4 أسابيع الأول وفي 3 أسابيع تحت تانيين. وأنا مش مقرخاهم، يعني إيه؟ يعني أنا سايباها ثابتة، حد ما قلتش مثلا كذا 12 أو كذا واحد، لإيه؟ يعني عشان في ناس بتشوف الفيديو بعد ما ينزل مثلا بأسبوعين 3 على بال ممكن ما يوصل لهم. فأنا مش عايزة الناس دي يعني تحس إنها فاتها حاجة، لأ، وقت ما تشوف الخطة اشتغل بيها، راجع نفسك. يعني في ناس كده بتحس إنها عايزة حد يلحقهم من حاجة، مش عارفين ينظموا الدنيا. انت وقعت في ايدك اشتغل بيها، ما تقولش فات الوقت، لا ما فاتش، طول ما في وقت على الامتحان هو الوقت ما فاتش، تقدر تشتغل وتعمل كل حاجه. فعشان كده انا سايباها من غير تواريخ. بصوا، ده الاسبوع ده فيه فيزياء وكيمياء واحياء وعربي وانجليش. طب باقي الماد يعني مثلا في جيولوجيا، فين في لغه تانية، انا مقسماهم بس عشان ما اكترش عليكم زي ما قلت، وتبقى التاسكات خفيفه تعرفوا تراجعوا فيها او تذاكروا الجديد معاها ما تهملوهوش. بصوا، في برضو ملحوظه عايزه اقولها، ان هنا انتوا عندكم درس اول فيزياء، وبعدين العناصر الانتقاليه والدعامه. ده انت هتذاكر بس، يعني انا كاتبه هنا الدرس الاول بس، انت هتذاكره بس. لو في مثلا اختبار بسيط مثلا 5-6 اسئله يعني كتثبيت للمعلومه، خلاص تمام حلهم، مفيش مش مشكله. انت تاني يوم هتيجي تحل، يعني انت يوم هتذاكر فيه، هتذاكر المعلومه وتحفظها، ويوم تاني هتحل، عشان ما تحطش الاتنين مع بعض وتزنق نفسك، ولا تعرف تذاكر ولا تعرف تحل. فانا قسمتهم عشان كده بقول لكم الجدول مش مضغوط وجميل، وامشوا بيه واحده واحده كده هتحسوا ان الدنيا رايقه خالص. وكذلك الكلام في الكيمياء، العناصر الانتقاليه حطها لكم اهي وتحت الحل عليها. الدعامة دي شاملة نبات وإنسان، وبرضه حل عليه، مفيش عربي مفيش إنجليش. يعني هما 3 تاسكات بس، ال3 تاسكات دول والله ما ياخدوا مثلا 4 ساعات، يعني 4 ساعات وتكون طالعين يعني بيرفكت، مفيش بعد كده. فالجدول مش تقيل خالص وملكوش حجة بعد كده. الحد هتحله حل عليه، دي يعني انت تحل الدعامة اهي وانت تحل عليه. هنا في الإحياء والبعث. ليه انا حاطه لكم الاحياء والبعث؟ لان هنا مفيش جديد وهنا مفيش جديد وهنا مفيش جديد، فبالتالي هي دي الحاجه اللي هتتذاكر بس، دول حل. طيب فرضا ان في حد ما لحقش يخلص الدعامه، او في حاجات كانت باقيه له، خلاص يجي وقت ما يحل عليها يجي يراجع الدعامه والحاجات اللي كانت ناقصه ويعملها ويحل عليه. فيعني في وقت، محدش يعني له حجه بقى خالص. طيب اللي بعده هتلاقي الدرس التاني فيزياء، وهتلاحظوا ان الفيزياء هي المتكدسه شويه، عشان الفيزياء كبيرة. يعني نص المنهج ده يعني انت مطالب على الأقل ب3 فصول. يعني الفيزياء هي أكتر حاجة محطوطة في الجدول، فمعلش عشان هي يعني أتقل مادة، هي 8 فصول، فاستحملوها بقى. أنا عارفة إنها دمها تقيل، بس كل ما تدوسوا فيها وتراجعوا فيها هتلاقوا الموضوع تمام. هتراجعوا الدرس التاني، وبعدين الحديد، يعني أقسم لكم كده عناصر انتقالية وحديد، مفيش أحياء. الوحدة الأولى نحو، الوحدة الأولى بسيطة جدا هي همزات خالص. ويونت 1، بصوا يونت 1 أنا أقسمها لكم، يونت 1 هنا ويونت 3 يونت 1. ليه؟ عشان انت تقسم يونت 1 بعدد الصفح او عدد الاجزاء اللي انت عايز تذاكرها. انا ما عنديش المام بالمنهج اللي عندكم، فانا اسملكم يونت 1 على 3 مرات اهو. ممكن انت تقسمها على دماغك، مره تاخد فوكاب، مره تاخد جرامر، مره تاخد نوتس، وبعد كده هتحل عليه. يعني الحل حاجه لوحده. عايز بقى انت تقسمها مثلا ليسونز، ليسون 1 و 2، بعد كده ليسون 3 و 4، على حسب دماغك انت. الجدول فيه اريحيه وفيه فلكسبيليتي كده انك تقدر تعمل كل حاجه.
اليوم اللي بعده هتلاقيه بسيط جدا، انت هتحل على النحو وبعدين هتحل على الحديد وهتحل على الدرس التاني وخلاص مفيش، وكده انت راجعت كميه محترمه جدا. وهكذا هتمشوا. هنا الحركه انسان ونبات، وبرده هي مذاكره بس مش حل، الحل تحت اهو، وادي البلاغه هتحل عليها وبرده باقي يونت 1 وهكذا. طيب في برده حاجه عايزه اقول عليها، في ده الاتزان. بصوا يا جماعه، انت هنا خلصت الباب التاني، يعني انا دخلت كده على التحليل الكيميائي، خدته على مرحلتين مذاكره ومرحلتين حل، يعني عشان التحليل الكيميائي كبير. وبعد كده انت هتحل على الباب التاني كمان، يعني التحليل الكيميائي كله بقى ناخده مره واحده كده. لو كان في اي ديفكتس او كان في اي حاجه وقعت منك، انت برضو هترجع لها يوم الاربع بعد ما تكون خلصت يوم الاحد حل عليه، هترجع يوم الاربع تلم الباب التاني وذاكر عليه تاني. بعد كده هتبدا يوم الجمعه ان شاء الله اتزان، هتقعد في اتزان جمعه وحد وتلات، او جمعه وحد وتلات. هتقسم الاتزان على 3 مرات، هنا اتزان وهنا اتزان وهنا اتزان. بعد الاتزان 1 و2، يعني دول جزئين انت خلصتهم من الباب، انت هتحل عليهم. انت هتقسم الاتزان على 3 مرات، المرتين الاولانيين او التلتين الاولانيين انت بعد كده هتحل عليهم. شوف بقى انت مثلا عايز تقسمهم نظري ومسائل على حسب دماغك انت وعلى حسب الباب يعني اخباره ايه معاك. يعني ممكن الباب ده يكون عندي متظبط، ممكن عند غيري بايظ، فده بيديكوا المتسع اللي انتوا تقدروا يعني تظبطوا بيه نفسكم وتستفيدوا من الجدول اقصى استفاده. بعد كده عندك الاتزان هتحل عليه وخلاص بقى كده. الكيمياء انا قفلتها على 3 ابواب، على اعتبار ان انتوا في الباب الرابع دلوقتي كهربيه، والناس يا بدات عضويه اصلا يا ما بداتهاش، واللي بدا عضويه ارجوكوا ما تسيبوش العضويه. لو انت حضرتك بداتها من الاول ودلوقتي داخل على انك تخلصها، كتر الف خيرك، ما تسيبهاش بقى لانها تتنسي خالص. هنا برضو التكاثر انا عاملاه لكم مقسمه لكم على 4 اجزاء، لان انا عارفه ان التكاثر باب تقيل وكبير وانتوا لسه خارجين منه، فممكن ما يكونش متظبط. هتاخده على 4 مرات، برضو انت مقسمهم، اول نص هتحل عليه، تاني نص هتحل عليه، وسايبالكوا حل عليه مرتين، اللي هو ممكن بقى دي تخليها على الباب كله انت وراحتك. في برضو حاجة عايزة اقولها، ان الجيو انت عندك هنا الوحدة الاولى 1، وبعد كده الوحدة الأولى برضو 2، يعني انت هتمسك الوحدة الأولى تقسمها. والله عايز تذاكرها كلها مرة واحدة والمرة التانية دي تحل عليها خير وبركة، مش عايز انت هتاخد أول نص، يعني هتقسمها كده نص وتحل عليه، والنص التاني انت تذاكره وتحل عليه برضو. الجيولوجيا يعني هي مضغوطة شوية، بس معلش عشان ايه يعني الموضوع ما يخرجش عن 4 أسابيع. لو انت لقيت نفسك مثلا في أيام فاضية، انت بقى تقدر تشيل حاجة من هنا لو عايز تراجع. او في ناس مثلا عندهم الوحده الاولى جدوي، يعني هي متظبطه اصلا، والوحده الثانيه انا عارفه انها خفيفه جدا ما فيهاش الا درسين، والدرسين اعذروني يا اخف من شباب، بعض، الفيديو قطع فالموضوع مني. هيبقى بسيط. بس هو الوحده اصلا انا كنت الثالثه انا خلصت، عامله ما عادش لكم الا كام فيها حاجه كده عايزه 3 اقولهم بس. مرات. زي ما قلت لكم ان الجيو هي مضغوطه شويه، معلش عشان ما نخرجش عن ال4 اسابيع. وكمان في حاجه اكيد انتوا لاحظتوها، ان انا حاطه 3 يونتس بس في الانجليش. انا مش قصدي بيونت 1 و 2 و 3 ان هما بنفس ترتيب الكتاب، انا عارفه انتوا المفروض على الاقل كنت احط 5 او 6 يونتس في الجدول ده، بس زي ما قلت لكم انا مش عايزه اكدس عليكم، وفي نفس الوقت احنا عمرنا ما هنظبط الدنيا كلها مره واحده. لا، انت ان شاء الله لما تطلع من الجدول ده كسبان، الفيزياء اتظبطت والكيمياء والاحياء بس، يعني حل بس على الاقل، فانت كده كسبان ان شاء الله. في مراجعات تانية جايه وجداول تانية نعملها وهتظبط الدنيا كلها، بس اهم حاجه احنا نظبط المواد دي الاول، لان دي بصراحه اللي بتعكنن الدنيا. الجيو انا عارفه ان اغلبكم معظمها يعني متظبطه، فعشان كده كدستها، على عكس حاجه زي الفيزياء. طب نيجي للانجليش، ايه حوار يعني الثلاث يونتس دول؟ الثلاث يونتس دول انت تنقي يعني اتقل 3 يونتس يعني مضروبين عندك خالص، وانت تبدا بيهم، بحيث انه لما يتشالوا من على قفاك نبدا بقى نفوق لليونتس الثانيه، اللي هي اصلا اليونت 1 احنا دمرناها لان هي كانت في الاول، فاكيد اتهرت يعني ويعني اتظبطت خالص. يعني ده القصد، يعني انك تاخد اتقل 3 يونت، بحيث ان انا ما كنتش عايزه اكدس الدنيا عليكم في الاول وتحسوا ان الموضوع يعني متعب وكده فتزهقوا فتركنوا فخلاص بقى الدنيا تطير. لا، فالسيمبل كده واحده واحده. ربنا يوفقكم وان شاء الله تستفيدوا منه، وابعتوه لاصحابكم عشان يعني ربنا يوفقكم، ساعدوا عشان تلاقي اللي يساعدكم. شوفوا اي حد يعني محتاج الجدول ابعتوهوله، عشان في ناس والله كتير مش عارفه تعمل جداول وسايحه، يعني الدنيا سايحه معاها خالص وداخله في بعضها، فافيدوا عشان يعني تلاقوا اللي يفيدكم وربنا يقف معاكم. بس كده، متنسونيش من دعمكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.